الكفار في الوقت ده كانوا بيعايروا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيكون مقطوع الذكر، يعني ملوش ابناء. القاسم وعبد الله وابراهيم اسماء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، ربنا سبحانه وتعالى توفاهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. العاص بن وائل، واللي هو كان أبو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، والعاص بن وائل ده مات على الشرك. العاص بن وائل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يعايره بسبب ان هو ما عندوش ذرية من الذكور، وكان بيقول له يا أبتر، والأبتر معناه مقطوع الذكر أو مقطوع النسل. فهو كان بيعايره بيقول ان هو بعد ما يموت محدش هيفتكره اصلا بسبب ان هو ملوش اولاد من الذكور. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي بتزعل النبي صلى الله عليه وسلم جدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كافئه بنهر في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ النبي وبيراضيه وبيقول له إن أنا اديتك نهر في الجنة. وكمان ربنا بيقول له إن اللي بيعيب عليك اللي هو العاص بن وائل هو اللي هيكون الأبتر، هو اللي ذكره هيتقطع في الدنيا بعد موته، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيكمل وهيعيش وهيفضل لحد يوم القيامة. ودينا شايفين مين يعرف العاص بن وائل، لكن كل الدنيا وكل البشر على مر التاريخ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عمره ما هيتقطع في الدنيا. ونهر الكوثر ده هو اللي بيصب في الحوض اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيشرب منه المؤمنين اللي هيخشوا الجنة بإذن الله. فربنا يجعلنا منهم يا رب.